اهلا بيكم. اللي قبلينا قالوا اللي يحب ربه يمشي على الميه، وبتوع السياسه قالوا اللي يملك البحار والمحيطات يحكم العالم، لان 90% من التجاره العالميه بيبقى عبر المحيطات والبحار، و95% من الاتصالات الدوليه كلها بيمر عن طريق كابلات بحريه. انتوا فاكرين نفسكوا ايه؟ انتوا شويه صراصير وبورس. نعم انت بتقول ايه؟ يالا انت اطرش. لا طب اسمع بقى، روح قول للمعلم العره بتاعك لو كان راجل بصحيح يجي لي هنا ويقول لي الكلام ده بعظمه لسانه. قوه الدول البحريه مش بتتقاس بعدد السفن بتاعتها، لا دي بتتقاس بانواعها، حاملات طائرات، غواصات، باجهزه الاستشعار اللي جواها، ده حتى بالطريقه اللي بتنتشر بيها القوه دي، ده حتى بمدى فتك الاسلحه بتاعتها وقوتها في الردع. يا عم ماشي اعمل اللي عاوز تعمله ماشي. يا نهار اسود على الدول اللي هتولى خرابي على البشر، انت بتحلم. ومن النقطه دي انطلق السباق، امريكا بتسابق الصين، بتسابق روسيا، اوروبا كلها بتحاول تدخل منافسه، الهند، اليابان، كله عايز ينطلق في سباق القوه البحريه ده، من انشاء اساطيل، من انشاء مواني، من تطوير الاجهزه، ومن تطوير الاسلحه اللي بتحملها السفن دي. حكمتك يا رب، حكمتك. صحيح النملة طلع لها اسنان. الهدف الاساسي انها تقدر تعمل العمليات اللي ما تقدرش تعملها القوات البرية ولا القوات الجوية، يعني تقدر توصل لنقط محدش في العالم يقدر يوصل لها غيرها، وتوفر الامدادات من الطاقة والتموين للنقط الصراع اللي محدش يقدر يوصل لها غير في الاماكن دي عن طريق القوات البرية. في النهاية عايز تشوف مقدار قوة الدولة واستراتيجيتها الكبيرة، بيكون عن طريق القوات البحرية بتاعتها. شكرا لكم. لا لي ولا ايه؟ ماشي اعمل اللي عاوز تعمله. فين اللبس؟ امي لابساه. اعمل اللي عاوز تعمله براحتك.